سليمة جات للبرنامج افتح قلبك، تحب تطلب السماح والصلح مع جارتها أمال اللي تقول كانت أكثر من خوتها، كانت تربطهم علاقة طيبة، كانوا يدخلوا لديار بعضهم، ياكلوا في طبسي واحد، عشرة عمر كما يقولك. وفي يوم من الأيام يعني بدات المشاكل تكبر بيناتهم حتى لحقت هذه النزاعات وهذه المشاكل إلى أبواب المحكمة. تتكلم على أكثر من 20 قضية في المحكمة، يعني هي عيات، أمال عيات، العائلات تاعهم عيا، والجيران تاعهم عيا، ومنهم كذلك القضاء، وكل البلدية سامعة بهذا المشكل وعيا، وكل الناس تعبت. إذا جات البرنامج افتح قلبك سليمة تحب ترجع العلاقة الطيبة بينها وبين جارتها أمال، اللي تقول أنه اليوم بعد يعني ما حاولت كل الحلول ما لقت حتى حل إلا برنامج افتح قلبك. إن شاء الله اليوم يعني نتوفقوا باش نرجعوا العلاقة الحميمية بين هذا الجيران. نروح مباشرة عند زميلتي شهرزاد ونشوفوا إذا ضيفتها موجودة معها. شهرزاد مساء الخير. مساء الخير مدام سليمة. أهلا بك، وش راكي؟ الحمد لله، وانتيا؟ تري بيان ميرسي الحمد لله. قولي لي ضيفتك أمل موجودة معك؟ نعم راهي موجودة معايا الأخت أمل اللي جاتنا من ولاية مسيلة. مساء الخير أمل. وش راكي؟ لاباس الحمد لله يا ربي. قولي لي أمل متزوجة؟ مطلقة. معليش، عندك أولاد؟ عندي طفلة. الله يبارك، ربي يحفظها لك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وتخدمي أمل؟ لا حاليا قاعدة في الدار. معليش إن شاء الله. قولي لي أمل، مولفتوا في برنامج افتح أكيد ونحبوا ونتبعوا توجور. ربي يحفظك، ربي إن شاء الله يا رب. خلاص ما نطولش عليك بزاف، تفضلي معايا عن ما كاش مشكل. بسم الله. أمل مرحبا بك. وش راكي؟ لاباس. لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي يخليك. الوغ احكي لي. سوغي غراو هكايا الفرحة يبلي واضحة على وجهك. قولي لي. فرحة وخلعة وكلش. لا خلعة ما كاش باسكو حبيت نجي لهذا البرنامج من قبل. صح. كنت حابة نكرم يما وبابا. وحابة نشوفك. الله يسعدك. شوفتك بالدنيا وما فيها. ربي يسترك. الحمد لله اللي لحقت لهذا البلاصة. الله يخليك. أيا كان اللي استدعاني يكثر خيره. صح. يا مليحة هذه هايلة. يعطيه الصحة مرة. يعطيه الصحة. لأنه أنا اسمح لي أني تلاقيت بك. الحمد لله يا ربي. ربي يسترك. الحمد لله. آمين يا ربي. قولي لي شحال في عمرك أمل؟ 33 سنة. الله يبارك. يبارك في عمرك. وش من ولاية؟ ولاية مسيلة. ولاية مسيلة. أيه. الله يبارك. الله يبارك في عمرك. قولي لي وش يعجبك في برنامج يفتح قلبك؟ انت من مرة تشوفيه بيان بزاف ماشي غير شويه، ما نقطعش حتى حلقه والو حتى الاعادات. وش الشيء اللي يعجبك فيه؟ يعجبني الحنانه تاعك هي الاولى. الله يسترك. الله يعجبك. يعجبني انه برنامج تاع التسامح. باسكو الدنيا هذه فانيه ما فيها والو. صح. بريانديتو هذه المشاكل وهذه الدنيا كاع ما كاين والو. صح. انت راكي تصالحي بين الناس. صح. لانه اختي امل وش يبقى؟ ما كاين والو. وش يبقى مورانا؟ وش ندو معانا؟ لا مال ولا اولاد ولا جاه ولا اي شيء، ندو معانا اعمالنا فقط. حتى الظلم عظيم نديهم معانا في يدينا ولما نموتوا حاجه ما نديوها. الظلم عظيم ثاني. سي بوغ سا الاعمال تاعنا صح لازم تكون يعني تاع خير وتاع موده ورحمه وصلح. لا صح. على كل حال شوفي انا خليني قبل نسقسيك، هل عندك فكره هكايا شكون يقدر يكون استدعاك البرنامج يفتح قلبك؟ عندي طليقي وعندي طليقي وعندي وحده جارتنا. طليقك ولا وحده جارتكم؟ وعلاش طليقك وعلاش وحده جارتكم؟ بداي لي بالطليق. طليقي مانيش عارفه، قلت بهذاك ندم على الحياه اللي ديجا جوزتها معاه، عانيت سفريت بزاف وراني مريضه فلوس، عندي كونسير دو الساعة عافاكم الله، سرطان الثدي. ربي يجيب لك شفاء ان شاء الله، طهور ان شاء الله. امين يا رب العالمين. جارتنا معها مشاكل هكذا. قولي لي قبل مع زوجك قلتي لي عانيت بزاف معاه، وشنو وش سبب المعاناة؟
من النهار اللي تزوجت به وانا هازه المشاكل. من النهار اللي تزوجت به ما فرحتش نهار. ما تهنيتيش؟ ما فرحتش نهار. شحال قد ما دريت 4 سنين. 4 سنين. كنت خدامه اوتو ايكول برا وندخل للدار نطيب ونغسل كيما جميع النساء. ما حسستوش ولا نهار باللي راني مقصره في حقه ولا يعني الجزات اللي لقيتها ما كنتش متوقعتها منه، خصوصا هو. يعني اقرب الناس ليا هو بعد والديا والعجز تاعهم وكلش. هو كان سندي في الدنيا. كنت نتوقع باللي الزواج انه هو حياتي الثانيه اللي راح نعيشها. يعني الزواج في الحياه افضل. دمار شامل. دمار شامل. دمار شامل. وعلاش كي تقولي دمار؟ واش قلتي؟ خيب لك ظنك؟ كلش ما تحملش معايا ذره تاع مسؤوليه. والو. المرض ركبني منه من القلقه. ما عنديش لمن نحكي. ندس. على بالك المرض ويجي من العوامل تاع مرض السرطان والامراض الاخرى هي لو ستريس، الضغط هذاك والتقلاق، قلق عظيم. والمشاكل هذو كامل يولدوا كيما حنا نقولوا لو موفي سون، فهمتي؟ يولدوا هذه الامراض هذه المزمنه هذه. ما نقدرش نصور لك يعني المعاناه اللي عشتها، حتى الهدره تروح. باسكو موش نهار ولا زوج ولا 3 ولا 10 ولا. اني جبت معاه طفله مولات 5 سنين ما شاء الله، حافظه تاع قران، ورحت للعمره. اسمها تيمه. شباب الاسم هايل. شحال فيها عمرها؟ 5 سنين. انا بنتي 5 سنين ونص. بصح كي تهضري معاها تحسي باللي مولات 50 سنه. اي عجوزه. احكي لي عجوزه. تحفظ القران وحاسه بمشاكلي وحاسه بكلش. ماشي كيما الولاد الصغار هذوك كي تخرجيها تحرم لك مثلا على حاجه ولا عقليتها كبيره. على بالها ما عندهاش ماما ما تقدرش ماما ما. و كي بديت نعالج كنت تقرا هي في لاكريش. تقولها للمعلمه تاعها، قالت لي هما الدراري يلعبوا وهي ما تلعبش. تحط يدها على خدها هكذا وتقول لي، قالت لي كي نسقسيها تقول لي الليبيه ما بي حتى واحد. سبحان الله. قلت نقولها واش بيك؟ تقول لي ماما مريضه بزاف وكانت تخليني ما عنديش وين نعيش. يا يما ان شاء الله تعيشي لها ان شاء الله. ما تبكيش ان شاء الله نعيش لها. الاعمار شوفي بيد الله، ماشي المرض اللي يقتل، الاجل اللي يقتل، فهمتي؟ والحمد لله الان العلم تطور، وحتى في الجزائر يعني انا استضفت هنا الكثير من النساء اللي كانوا مرض بسرطان الثدي وتعافاو وشفاو، ويعني ولات عندهم حياه جديده. انا مشكلتي ما هضرتش، سكت باسكو كانت صدمه كبيره انه الزوج تاعي خليني في اصعب يعني وقت في حياتي. هو تلقى كي جاك المرض؟ ايه ما هضرتش. كنت كي نروح المحكمه ما خليش يما وبابا يدخلوا معايا باش ما يحسوش، باسكو بابا عنده 300 تاع الكبر وكبير مسكين. يما عندها فقر الدم، مريضه دار وحده، يعني ميزيريه. واش تزيديهم ميزيريتك؟ تقولي لهم مثلا الزوج تاعي مش متحمل مسؤوليتي ولا هكذا، ما تقدريش تقولي لهم راني مريضه ديجا احنا بعاد بزاف، معناها سفر ودواء وعلاج وراديوات، هذا كل ما كانش. صح خدمتي تحبس، كلش يحبس كلش. صح. ما كنتش نتوقع ان الشعب الجزائري نكرمه. الشعب الجزائري ما كاش في العالم. ساعدني بأقصى وش عنده، ما خلاني في دواء، ما خلاني في ترونسبور، ما خلاني في كلش. يعطيهم الصحة. في كلش، نكرمهم، يكثر خيرهم. أعطونا تصفيقة حرة. وذوك يفرحوا بيك لانك يقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هاكي جيتي في البرنامج وهاكي عندك فرصه سبحان الله باش شكرتيهم كامل. والله نشكرهم ونقول لهم يعطيهم الصحه، لانه حتى في برنامج انا دائما نقولها، معليش خلوني كل حلقه وكل مره نقولها، يعطي يعني الصحه لكل الناس اللي يشوفوا برنامج يفتح قلبك ويتفاعلوا ويتضامنوا مع القصص تاع الناس اللي تجيني، وعاونوهم بزاف سبحان الله.
وحلوا لهم المشاكل تاعهم والكرب تاعهم. فهذا هو يعني شيمة الجزائري، شيمة العربي، شيمة المسلم، هذه هي دائما يتضامن مع خوه سبحان الله. إذا أملك كي حابة تعرفي شكون استدعاك اليوم برنامج يفتح قلبك؟ إن شاء الله. كي حابة إن شاء الله. شوفي معايا شكون استدعاك للبرنامج. استغفر الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شكون هذه أمل؟ جارتي. علاش كي تبكي؟ كي شفتي جارتك علاش كي تبكي؟ تحملت بزاف، تحملت منها بزاف. هي تعرف واش تحملت، هي تعرف. وحده في السن تاعي ما تحملش هذا كل. تفتحت عليا بيبان ما قدرتش نسدها، نعافر وحدي. وولدي شغل، انا الكوراج تاعهم لا طحت يطيحوا. مع المرض تاعي نروح ندير لاشيميو ونجي نوقف في المحكمه. ربي كاين واش نقول. أمل، وعلاش لحقتوا لدرجة المحكمة؟ شوفي هي ما انا جاب لي ربي على حسب واش نعرف انا. ماشي هي. شكون؟ اختها هي اللي هلكتها. وقلتها لها شحال من خطره، قلت لها سليمه راكي تتبعي اختك راكي ما تنجحيش. احنا كنا جيران عادي، جات مزعكه قشها مكسر وليدتها صغيرين. يما هي اللي شعلت لهم الشمع، وهي اللي هي اللي لمدت لها ولادها. كانوا قايد 3 وساميه عزيزه عليا عزيزه والله. قالت هضرت عليكم غير في الخير. بنها وسيم يما تقمط وتدفي، تروح تخدم تخلي ولادها للمطر تدخلهم. ما كانش بيناتنا مشاكل. دار واحده تضرب هي البرا اليما. قالتها. هي اللي تضرب البرا اليما. والله قالت هكا. هي في عرسي وقفت معايا. هي في عرسي ما كانش بيناتنا، راحوا معنا اخواتاتها عادي حاسبين دار واحده. كيما تبني هي اللي قدات. اختها قعدت معايا في السبيطار. حكات والله حكات. ما كانش بيناتنا مشاكل، ما كانش. اللي في قلبي نحكيها لها، ما نحكيش اللي ما نحكيها لها. والله غير قالت لي اعز اصدقائي، قالت لي من اعز صديقاتي. دار وحده ما نحس كي تصرى لي حاجه نروح نجري لها هي الاولى. دار وحده ولادها في دارنا، احنا في دارها عادي. من نهار جات اختها هي المشاكل. الله يهديها. صح. يعني انا الشيء اللي نتسائل فيه كيفاش بين يعني يوم وليله تتقلب كل هذيك المودة والرحمة والمحبة اللي بيناتكم إلى عداوة ومحاكم ونزاعات ومشاكل ودارك وشرطة ويعني وضرب والسب والشتم وكل هذا. كيفاش يعني ما فهمتش. وكل هذا المدة طويلة، أكثر من 20 قضية بيناتكم، ولا واحدة فيكم يعني كيفاش يقولوا قالت هيا نفضوا هذا خلاص بركات. انا حاولت بلا ما تعرف هي حاولت. جا راح لها خويا دا معاه جماعه قال لها سليمه لا غلطت يما في حقك. ويما اللي مضروبه هي اللي ضربتها. هي ضربت يماك. قال لها لا غلطت يما في حقك اسمحي لنا. ولا غلطتي في حق يما رانا مسامحين. عين العقل. قالت لهم معليش قدوه الصباح ان شاء الله نروح الجدرميه نحي النزاعات. والله فرحنا وعادي ما كان حتى مشكل. الصباح راحت طفت التليفون وخلاص. ما حبيتش تروح. ما حبيتش. كسروا لنا البيبان، كسروا لنا طيقان، طيحوا لنا الكلام اللي ما يتلاقى به حتى واحد. هما كسروا لكم البيبان؟ ايه.
بصح هي تقول انه انتم اللي غالقينهم الباب وما تخليو لا ولادهم يلعبوا، لا هما يدخلوا يخرجوا، لا الناس حتى يعني الضياف لما يجيو ما تخليهمش يدخلوا من التم. العكس. وتضربوا ولادها كي يلعبوا. مستحيل ولادنا هذوك مستحيل يا سليمه باش نقدم لولادها الخطر له عداء بيني وبينها. علاه ولاد صغار؟ علاه الولاد صغار؟ قالت حتى ولادي ما عندهمش الحق يلعبوا قدام الباب. انا اللي بنتي هدوني بالخطف بها. انت هدوك بالخطف؟ شكون اللي هدوك بالخطف؟ هي تعسو. هو يطلع يتبعني ويقول لي خاطفها يقول لك هكا بهذه العباره. سنيت نهار وزوج وثلاثه 10 ايام. وانا نقول له يا مخلوق روح خطيني. الله يهديك. ما حبش نهار العاشر رحت للجدرميه وزيت به بلاد. من حقك. خاصة لما يكون الامر معلق لانها على بالها باللي انتم دبر راسكم. صحيت. ما عندي ولديه وعندي بنتي. في هذه الدنيا هذا ما قعد لي. هدك هكا كان يقول لك واش يقول لك؟ يقول لي مديها ونحرق لك كبتك عليها. هكذا راني درك كي جيت بنتي ماهيش تقرا، راني قلت لهم ما تخرجوهاش. خفتي يدوها. سبحان الله. خفتي يدوها. تسمى هي خايفه على اولادها وانت خايفه. شوفوا لهذه الدرجه لحقت يعني بين الجيران. سبحان الله. خالي مسكين 7 غرامات سكر. يجري بيا في السبيطارات، يديني للجمعيات باش يعاونوني. تهماتو باللي دخل دارها، والله ما دخل دارها. راني حاجه بيت ربي كنت في ديك الكعبه. لا دخل دارها ولا شافها قلت لهم كسر لي داري، حكمت عليه بعام حبس نافذ و10 ملايين زور. ذات كاع واش نحب كاع ذاتهم اللي نحبهم كاع ذاتهم. علاه كتك ضيعه ودي جيب. في النهار هذا كي قال لها البنت قال لها ما نبيعلكش. روحي قال لها ما نبيعلكش. اصلا يسالها الكريدي ما حبتش تسلكو. جات هي كانت يما تصلح برا. دارت من هي ضربتها بالباله. ضربت يما كبيره كل زرق. راح تموت يما. لا طلعت تجري للجدرميه. لقيتها في الواد. نحتها الخمار وخبشتها منه. لا حتى فكوا الجيران. علاش نسامحك يا مقلوقه؟ علاش على هذا الشيء القاضي دائما لازم يسمع من زوج، لانه لما تسمع لا فيرسيون تاع سليمه ولا فيرسيون تاع امال كما يقول لك دو فيرسيون ديفيرونت، زوج حكايات كل واحد تقول عندها الحق. يعني جاني واحد فاعل خير من الجزائر. جاني هو وخت مرته وصاحبه جايبين لك وضيان مصروف. قاروا من تحت. انا كنت رايحه للبسيكو باسكو كي ندير لاشيمي لازم نروح للبسيكو. صح. عيط لي بابا قال لي كاين ناس هم جاوك وهكذا. عاودت رجعت نلقى السيد مقلق ويعيط وهكذا. ما فهمتش والو وانا ما نعرفوش السيد اول مره نشوفه. جا مسكين راجل محسن. جا محسن شافني في التلفزيون. جا بعد قال لي وراه لابريكاد تاعكم. قلت له علاه؟ انا نحسب راح يشكي بيا. ما فهمتش. ومن بعد قال لي هذيك شكون؟ فهمت. قال هذه. قلت له جارتنا ومسحها في وجهي. خاطر لقيت النيميرو 16 الجي على وجه ربي. حتى مسكين المحسن دخلته في المصروف وقال لي قلت لك وريلي لابريكاد. دار فيها وزا بها بلات. واش دارت له؟ وصاب سباته طيحت له ما خلتلوش. وعلاه؟ باسكو جاي يعاونك. عدت الناس ما تجيش تعاونني. شافوني في التلفزيون حابين يعاونوني ما حبوش يجيو يعاونوني. ديما تصور ديما هكذا التليفون تاعها عندها 138 فيديو. 138 فيديو. تمشي في الطريق برك تصورك. ما عندهاش الحق. علاه؟ ما عندهاش الحق تصورك. انا صورتها في الضرب تاع يما. صورتها كيفاش يكسروا في البيبان كيفاش يطيحونا. قلت لي هكذا ذابحتك جيبي وكيل الدوله جيبي الجدارميه جيبي اللي حبيتي واحد ما يفكك من يدي. وداركم قلت لي انتي داركم راهي في قائمه الريب باي حق. دارنا على تريبيها. وعلى تريبيها؟ علاه؟ على تريبيها. خدامه في البلديه مدعومه. لا اسمحي لي هذه تخدم في البلديه راهي ماهيش مير في البلديه. اي اونكور حتى المير رئيس البلديه ما عندوش الحق
يهدم حتى واحد بلا قانون، فهمتيني؟ دركا شوفي درك ما تبكي ما والو، نعطيو لها المجال نسمعوها نشوفوا واش هي حابه تقول لك، فهمتي؟ ومن بعد نعاود نعطيك الكلمه. تفضلي سليمه، تفضلي. نعم تفضلي. حابه نقولها كي جاني مصطفى خوك باه يدير الصلح، اخي انا اللي عيطت له، كنتو مجاهدين عليه وعيطت له في التليفون، قلت له واش صاير بين داركم والمشاكل اللي صايره. كي جاني هو جيراني زوج ونسيبو، واش قال لي سليمه، قال لي نقطعوا المحاضر اللي درتوهم ونرجعوا للصلح. واش قلت له انا المحاضر نطلعوا للوكيل الجمهوريه في المحكمه. واش قال لي عندي خيط صحيح في المحكمه ونقطعوهم. وما عاودش اتصل بيا، ما سكرش التليفون، كي نلقاه في الطريق يجبد روحه على الجهه ويهبط ما يهضرش معايا. ما زاد عاود رجع ليا، كي نسكر التليفون الباب هاو كاين يجي يطبطب عني، يطبطب عني ويقول لي واش درنا فيه. ما جاني ما رجع لي اخوها من نهار اللي هضر لي ذي الهضره، قال لي كاين خيط نقطعوا البيفيات في المحكمه. وافقتي انت؟ انا قلت له قلت له البيفيات راه نطلعوا البيفيات. قال لي راه كاين خيط صحيح في المحكمه نعرفوه. قال لي واحد نقطعوا البيفيات في المحكمه. قلت له من ذاك النهار ما جاني، معيط لي في التليفون، كي كنت التليفون مسكر يقدر يجي للباب يطبطب عندي، يعني جارته مش بعيد عليه وحده. والزوج هذا اللي جا وجاب لك الصداقه هذه والاحسان وعاونك، انايا كي تعرضت له ولا ما عيطوليش في الضبطيه، وعلاه ما جابش ما عيطوليش، ما كان حتى ما كان تحقيق، ما عيطولي، ما داروا لي بيفي، ما كان تحقيق، ما نعرف السيد هذا، ما نعرف حتى واحد جا زايرها واش كبيه قدم الشكوى. بالعكس كيجيبوا سليمه الصداقه لها الاحسان اللي يحاولوها المحسنين، يحطوا الحوايج عند الباب، نقعد انا نعسهم ونقول لك واحد يتلح ليهم، تجي هي تفتح بابها وانا نطل من الطاقه، تفتح الباب وتدخل، لا عاد اونفلوب راه تحت الباب ولا عاد مصروف راه عند الباب، وتكون غايبه ساعات بويها كاين ساعات ما كانش يخرج. اقسم بالله غيجيو يقاروا يستناو باباها حتى يلحق ويدخلوا ويحطوا الرزق الشيء اللي جابوه لهم، وعادي والناس الكل تعاون فيها. جامي خرجت لواحد وعايرته، واللي عايرها تعرفوا بالك هذا السيد اللي جاب لها وقال لك عايرتني وبوزا بيا بلانت، نقابلوا انا هك راه كاين جيبي لي وجيبي لي البلانت اللي حطوا في الضبطيه باسمي انا، وعيطوا لي وسمعوني الضبطيه، وكل كي الضبطيه عيطوا لي انا وداروا لي بيفي، وعلى ما عقبتش عليه العداله مع السيد هذا. وعلى وراه 20 قضيه في المحكمه وزدتي تحوسي على قضيه في مش المحكمه. نحوس القضيه، انت قلتي بوزابيه بلانت. انا جيت هنا. اعطيني السبب اللي بيني وبينك، واش كاين بيناتنا؟ واش كاين بيناتنا؟ انت سبب طلاقي ولا لا؟ انت سبب طلاقي ولا لا؟ على واش سبب طلاقك؟ نعطي لك علاه قولي لي. لا دخلت معايا السبيطار اختك دخلت مع كارد مالاد صحيت. انا كي جا راجلي يشوفني ما قبلتش نشوفه، باسكو 7 شهور هو مطيشني في دارنا، ما شافنيش كاع وما حبش يجي، هو يا مسكين اللي سلك العمليه. كي مات الطفل ربي يرحمه في الليله الزوجه ونجت هبطت لتحت، كانت مع كارد مالاد صحيتي. هبطوها باش ما تقوليش باللي الطفل مات. هي واش دارت؟ مصطفى واليمين خاوتي طلعوا ليا، هي راحت دات راجلي للمحامي. عندي كل التفاصيل، المحامي هذا تاع خاوتك، عندها سليمه اختي دقيقه برك، خاوتها زوج قاتلين جارنا بشاقور، خاوتها زوج خوت سليمه ونجاة هذه حارقه وجه طفله بلا سيد، داخله 3 شهور الحبس. نجاة هذه اختها يا الله. المحامي اللي داروه الراجلي تاع خوهم تاع خاوتهم، وجيراننا ما يهضروش على جال خاوتها، على جال مهددها. بس نعم سليمه يا اخي كل شيء كاين، يا اخي كل شيء كاين، الدوله عندها كل شيء كاين. هذه قصه اختي هذه الا لقيتيها في السجل تاعها كما نقول في السوابق العدليه راها باينه. وقصه خاوتي ماهوش جارنا هذا السيد في 2004 شو مشاكل عفره وهوشه في 2004. انا بتحسبليش على خاوتي، هي ما تتحملش المسؤوليه تاع خاوتها. المشكل انها تهدد بيهم اصلا. خوتها يجوها ساكنين عندها يقعدوا عندها، زوجتهم عندها تجيبهم عندها، الجيران ما يقدروش يهضروا، يخافوا منهم. قلنا لهم للجيران نسنيوا عليها تخرج منا. على جالو شني العفار سليمه تطيح الكلام في الشارع. فهمتيني؟ كيما خرجوها من الباطيمات قالوا لك ما نقدروش حنا سليمه، حنا قاتلين ما نقدروش. سليمه انا اولا ما كنتش ساكنه في البلديه هذه، كنت ساكنه في مسيله،
والحاجه الزوجه وكان جيراني صح كما تهدر ما يسنيوش عليها هي. عندي اليست فيها 8 اشخاص وكل سنيو معايا انا. هاتي لي الجيران اللي سنيو عليا انا وراهم يهضروا في عرضي ولا يهضروا في المشاكل ديك تهضري فيها. ما كانش اللي سني معاك. ما كانش سليمه كل شيء في الشومبر بعد نوريك كل شيء. جيراننا قالوا لي جيبي لنا اسمينا باللي حطتنا في المحكمه احنا نروحوا معاك نوقفوا ونقولوا لهم نجيبهم لك. سليمه جارتي وش فيها وش فيها. سليمه انا بيني بينك من بعد نوريك الاشخاص اللي كل سنيو معايا. شوف انا ما يهمنيش الاشخاص اللي سنيو معاك ومعاها لانه هاد الجيران نورمالمون يكونوا محضر الصلح. صحيتي فهمتي ما يكونوش. شوفي اسمحي لي معليش انا بالك بادروا بالك تسيه ومساكن. سليمه انا بادرت جماعه خيريه رئيس الجماعه الخيريه. نعم عندي النيميرو تاعو حبيتوا تعيطوا له يعطيكم التفاصيل من الاول للاخر. سليمه كيفاش رفضت كيفاش دوموندات منهم 2 ملايين. هي رفضت الصلح وحنا 2 ملايين قالت لهم انتم تدفعوا لي 2 ملايين وهما يدفعوا لي 2 ملايين باش نتنازل. سليمه انت قلتي لي العكس مقبله. سليمه انا بعثت لها 2 جيراني راحوا للشخص هذا المعني بامر تاعها اللي يتكلف بها ويلمد لها ويعاون فيها. قال لهم وجدوا 10 ملايين ونعطوها لها هي خاطر راها مريضه. قلت لهم انا ما نديرش الصلح بالدراهم ومازالوا حاضرين ويشهدوا على اقوالهم. فهمتي. والاخر كي راها تقول لك على الجمعيه الخيريه هذه بعثت لها المير شاف لا بريغاد الامام تاع جمع الجماعه تاع العرش تاعي تاع الدوار تاعنا احنا عرشهم هما نجبدهم لك كل واحد بواحد كل ما حبوش يمشوا. قال لك خلاص قال لك ما بقاش حتى حاجه تصلح بيناتكم. قال لك ما تدخلوش لا خاطرش لا ما حباش تسمع لا هي لا احنا. فهمتيني. انتوما ما حبيتوا تسمحوا هي كذلك ما حبيت تسمح. كل يوم في الشروعات كل يوم قضيه كل قضيه 20 قضيه. جيراني انا جارتي انا. حبيت سؤال واحد. شحال عندكم وانتم في النزاعات؟ شحال من سنه؟ من نهار طلقت. شحال من سنه؟ من نهار طلقت. وقتاش طلقتي؟ طلقت في مارس 2016. المحاكم نهضروا المحكمه من جونفي 2017 ديسمبر 2016 دخلنا في جونفي من 2017 و2018 ولا في 2019 يعني 3 سنين ما كرهتوش. 3 سنين. علاه كونتاكت مع راجلي؟ 3 سنين. علاه كونتاكت مع راجلي؟ واش تحوسي مني؟ كيفاه كونتاكت معاه؟ كل تفصيله عنده. كيفاه جار؟ علاه تتصلي به؟ صح. السيد طلقني ومن بلاد غريبه هو من عين الحجل وانايا من ونوغه. علاه راها كونتاكت معاه؟ مازال الان ما كانش كونتاكت للان. سليمه هاولي جيبي لافيش تاع الموبيليز تاعي وشوفي تبعي لي زابيل. قلتي لي الحوش تاعكم في قائمه الريب ولا ما قلتيهاش؟ شي قلتي لي حوش ما عندكم الريب ولا ما كان؟ ما عندكمش طوريزاسيون البلديه وقفتكم الناس سمعت بها. انت بصح انت وجهك سمحي لي. سمعت بها قلت لها اسمحي لي دقيقه خليني انا نهضر. دقيقه سليمه اختي انت مقبل ما قلتيليش هكا. قلتي لي رئيس البلديه هو اللي جا ليهم. انا خاطيني. قلتي لي اسمحي لي انت ما عندك حتى صلاحيه انك تقول لهم باللي خليني نهضر. ما عندك حتى صلاحيه انك تقولي لهم باللي داركم راهي في قائمه ما عندكش الصلاحيه. خليني نهضر. انت توي كون فام دو ميناج في البلديه تخدمي منظفه ما عندكش الحق تجي لهم وتقولي لهم راكو في قائمه الترياج. انا ما قلت لهم شوفي سليمه كيفاه. هو كي جا رئيس البلديه عندنا بروجي فما شافهم يبنوا بلا رخصه. بعد البروجي خاطيك يسخن نهضر. بعث لها جا فايت فما هضر مع خوها تهدد عليه هو ويماها وهي خرجوا ليه طيحوا له كلام راح بوزا بلانت الجدرميه. انا كون جي في ذاك الوقت كي جيت لقيتها شاعله ما بين البلديه وهما. كي جيت ليها للدار قلت لها واش راه كاين واش كاين شنيد الامر تاع الهدم وهذا. قالوا لي راه حنا مع المير. ترجعوا مع بعضهم انا ما عندي حتى علاقه بيناتهم. فهمتيني. انا سمعت كي الناس انا كنت كونجي ودخلت كي دخلت لقيت المشكل تاع خوها مع المير. هما عند بالهم بلي انا اللي قلت له المير راهم يبنوا بلا رخصه البناء. انت اللي جبتيه ما شفتوش انا وانا علاه نجيبوا لك الناس باسكو تخدمي في البلديه وعلى بالك بكل صغيره وكبيره. وانا كنت دخلت في هاني كونجي هاني كونجي. نعطي لك حاجه قفه رمضان علاه تدخلي فيها؟ علاه ندخل فيها انا اللي ماركيها. علاه خي جابوا ماركيها راكي علاه انا اللي ماركيها. علاه انا اللي ماركيها. تنحيها البابا تنحيها رمضان تنحيها لنا. اسمحي لي انت تاني باسكو هي تخدم في البلديه كل حاجه تجي من البلديه تشكي فيها. انت اسمحي لي امل اختي دقيقه واش شكون اللي قال لك بلي هي السبب في انه الموظف تاع القفه هو اللي هدر لك؟ واش قال لك؟ هي اللي تنحينا من القفه. كيفاش هي ما فهم دوميناج كيفاش تنحيك من القفه؟ رحت هدرت له للمير
بعثني الجدارميه قعدت ساعتين في لابريكال هذا جا قفه رمضان. سليمه شكون اللي قولي له قولي لها شكون اللي بعثك؟ سليمه وهي داخل في البيرو. سليمة. هي داخل في البيرو ماشي انا في راني في البيرو. الجدارميه. شوفي سليمه نعم كنت في البلديه جابوا لي قفه تاعي تاع خويا سنيت عليهم ودخلتهم وهي جابوا لها تاع باباها نتاعها جابوها لها تاع باباها ما جابوهاش. وين يسكن؟ خوك وين يسكن؟ كان ساكن عندي ولا مش ساكن عندي؟ كان عندي ورحل. هذا هو القبض الصحيح اللي كنت نحوس عليه. كان عندي ورحل. تخدمتوا على قفة رمضان يا سليمة أنا نقول لك على حوايج راني مقهورة فيهم. لا تافهة أنا بالنسبة لي قفة رمضان هذيك هي كلش باسكو علاه سليمة تسمية تاع البطالة عايشين بها. عايشين هذاك ما عندنا فقط. هذاك ما عندنا. سليمة شوفي قفة رمضان كنت انا اللي نماركيها ونروح نلقاهم يسجلوا المواطنين نسجلها معاهم. شوفي كيفاه لانه حقها نلقاهم يجوا ماركو هذيك القفة حق من حقوق كل يديها اي مواطن اي واحد ما عندوش الدخل يديها. كي نلقاهم يماركوا هكذا نماركيها هي نماركي خالتها نماركي باباها نماركيهم كاع. اما انت نحيتيها ما نحيتهاش يا ترضاي يا ما ترضايش. شوفي سليمة مش نرضى وما نرضاش. كي جابوا لها قفة تاعها هي وتاع باباها ما جابولهاش عند بالها بلي جابوا لها واحده برك قعدت مطلقه وقاعده مع باباها يدو واحده برك. طلعت لرئيس البلديه سبات ودرت فيه حالها ولا عيط جاب لها الجدرميه طيحت له الكلام في البلديه نعاد ما يسواش. انا نقدر نطيح الكلام الرئيس البلديه انا سليمه وما سمعوكش جا الاعضاء اكل ولا الكتاب اكل سمعوا كل التفاصيل على البلديه باش تقولي ما عنديش تفاصيل على البلديه عندك كل التفاصيل على البلديه. سليمه الوقت اللي جات فيه هي كنت انا خدامه سبتهم وطيحت لهم الكلام وبعد ما عنديش وين نروح تالي البلديه هذه نخليها لك. لا انا اللي نخليها لك. الله غالب معليش اسمحوا لي. سليمه نعم جاب لها الجدارميه داروا لها محضر مع بالشرطه. شوفي خلاص سليمه من والله فضلك نفوتك لهذه طلعت بيا شاف الدايره واش قالت له المير بدل سليمه الزوج وانا قالت له بابا ما عطالوش. نقول لك قال له ها في لا ليست. نقول لك شحال ديتي 6 الاخرى في شكاره الخيش 6 شكاره تاع الخيشه تاع بكري 6 يا سليمه اختي. كيفاش عرفتي بلي دات 6؟ هاني سميتها الباب للباب. لا خاطيني منين تجي الكارت تحط لها منين تجي الكارت تحط لها منين تجي الكارت تحط لها الاخرى فاضت الكاس. قلت له الباب علاه يقري جزائري. سليمه كي يجي كار وتحط لي معناها لي انا يا خاني قلت لك واحده لاختي واحده لخويا واحده ليا 3 اختي بطل راجلها. انا والله انا ما نفهمش انه يعني الناس تدي 6 و10 وناس اخرين تموت بالشر. معليش والله خلوني انا نقص هنا باسكو ماشي هذا هو محور القصه تاعي. انا المحور القصه تاعي هو زوج جارات كانوا صحابات كانوا اكثر من خواتات. هي هضرت لي عليك قالت لي هذه كانت اكثر من اختي. قالت لي ناكل في دارها وتاكل في داري تشد لي ولادي وكي جيت شعلت لي الشمعه يماها وعطاو لي القش وجابوا لي الماكله داروا. قالت لي كيف انت كي تزوجتي وليتي هي واحد يكون لها خدم لك الدار. قالت لي فرحت كي عاودت ولات. قالت لي من بعد بداو المشاكل ما عرفتش مين بداو. قالت لي بليز جابها بيناتنا درك راهي جات لهنايا تطلب السماح والصلح. انا نظن انه انت مراه مؤمنه فضوا هذه المشاكل وهذه النزاعات خلاص نوضعوا حد. باسكو نقول لك علاش المشكله راكي تخلوها تتفاقم تكبر لي في بولدوناج يكبر بعيد الشر ومن بعد راح تندموا بين زوج كاش ما يصرى. لانه المشكل راني نشوف فيه يكبر ويقدر يمس يا بنتك يا ولادها وهنا تندموا بين زوج يا انت يا هي. اذا اوجات الفرصه ليكم اليوم باش تحبسوا هذه المشاكل باش تعاودوا توليو احسن من اللي كنتوا وتوريوا لكل الناس. اولهم الناس اللي يسكنوا في منوغه والناس مسيله توريوا لهم باللي انتم اخواتات والمشاكل يقدروا يصراو بين اي خواتات. نسالها سؤال. المهم اسمحي لي. ضربت بنتك يبقى ضربت بنتك. ايه وهدتها في التليفون وقلت لها تدخلي والله ما شفتها فمك. ونقول لك وانا سرقت لها السلسله.
وكلش بالدليل امانه حوايج ماكش حاضره فيهم انت. نقول لك حاجه امانه ما كاينش شايفه حتى حاجه انت. شوفي ما حضرتي لك كيف هدتها، ما حضرتي لك كيف نحت لي سلسلتي من رقبتي وايناس شدتني من يدي وهي نحت لي من رقبتي. ونوري لك كلش تشوفيه بعينك. يا انا سليمه. نعم سليمه اختي. نعم لازم تعاونيني دوك انت جيتي. انا ماشي نحاسب فيها ولا على قصه. اسمحي لي انتم ولفتوا انت وياها ولفتوا توقفوا في المحكمه. انا مانيش قاضي، انا اليوم راني محضر الصلح بيناتكم. انا ماذا بيا تهضروا غير على حاجه المليحه، تهضري لي كيما هضرتي لي مقبيل في غيبتها وكنتي تهضري لي عليها وكنتي تشكري لي فيها. هاي لك هضري لها الحوايج الملاح الايجابيه. انا والله ما جيت نحس فيها سليمه لا على حاجه. هذه حوايج بنيه وبلديه. واش جيتي تقولي لها؟ انا جيت نقول لها نحوا النزاع هذا ما بيناتنا وما نصحوش الخطا بالخطا. والمشاكل هذه راها ديما اولادنا ماهمش يلعبوا باستقرار، ماهمش يخرجوا. بنتك انت ممكن راه تخرج، انا ولادي ماهمش يخرجوا للشارع نهائيا. راك على بالك بلي حالتي راه الواد نخرج للواد. علاه نخرج للواد؟ علاه انت تخرجي من بابك انا ما خرجت من بابي نخرج لتحت؟ علاه؟ نهرب من المشاكل والمشاكل. كي نفتح بابي علاه تلاوحني امك ولا تلاوحيني انت بالحجر؟ علاه راه كلش بالكراو. بصح نحوس نحل المشاكل، حوس نبدا صفحه جديده. حبيتي تهضري معايا الصحه، ما حبيتش تهضري معايا السلام عليكم كل واحد. لا ما تقوليش. لا انا مانيش داكور معاك هنايا. كي نفتحوا شوفي الستار هذا ولا تفتح على اساس انكم ترجعوا كيما كنتم قبل. ماشي تقولي لي بلي تحبي تهضري تحبي ما لا دونس كلا يفالي با تجي البرنامج يفتح قلبك. انا مش هنا برنامج انا مش يفتح قلبك. نحوس المشاكل. انا علاه خاوتها، علاه حابه نفهم باك. علاه خوها ما حبش يتدخل ما بيناتنا. علاه ما حبوش يشكوا بيا خاوتها ولا لا جادين رواحهم الذراري. علاه انا اللي درت خاطيني، انا اللي خطيتهم وانا خاوتي ثاني ولك ذراعك خي ضربتيه ب 800,000 بروسي ولا لا كذبت عليه ما خرجت تهدد عليا عند خليتي لي العائله كلشي بيها. وانت ما خرجتي من سيما دابا اليمه الخالي المرت خالي جبتيهم اليوم ربع طيران في المحكمه الابتدائيه وواحده راهي في المجلس الاعلى في الجي. صح وانا ما جبتيش العائله كل ما كان سعاد ما كان نجاة ما كان بشير ما كان علي ما كان يعني انت شكيتي بعائلتها كامل وهي شكت بعائلتها كامل. خلينا نفضوها. اذا باش الناس كامله هذه راهي تشوفينا اليوم في التلفزيون وعلى بالي بلي راح تفرح لما تشوفكم اليوم في هذا البرنامج تحاولوا تتصالحوا بيناتكم. اذا انايا امال اختي اقفي لي هنايا فقط. اقفي سليمه اختي اقفي لي. سليمه. نعم. اليوم راكي جيتي البرنامج افتح قلبك، طلبتي مني نجيب لك جارتك امال اللي تقولي باللي يعني كانت تربطكم علاقه اكثر من علاقه اخوه. راهي جات اليوم للبرنامج حاضره. واش عندك تقولي لها اليوم؟ نقولها باللي المشاكل هذه راه مستمره والناس ما نصحوش خطا بالخطا. نقعدوا ديما في المشاكل في المحاكم ديما تشكي انا اشكي ديما هي تشكي انا نشكي بزاف. هي اصلا مريضه ما قادره حتى باه توقف قدام القاضي مش قادره باه توقف. فهمتيني يا سليمه اختي؟ انا راني كي نشوفها هكذاك والله ما نشتي نروح للمحكمه. نقول انا ملي كي مرضت قلت خلاص سي بون دوكا ملي مرضت ربي يشفيها وبنيتها تحتاجها وخلاص المشاكل. من بعد نلقاها في المحكمه نتفاجئ كي نلقاها في المحكمه نقول امل تفاجئي وانت تعايريني بالكونسير برا. الكونسير انا معرضه ليه. هنا نعايرك به ما نعايركش به. الشارع مازال ما سمعوش اماليه. كيما بديت مرت خويا ويما وخالي اللي سمعوا جات برا وهي كيفاش سمعت؟ سليمه سمعت من الطبيب باسكو الطبيب مانيش عارفه راحت في ذاك النهار قالها بلي انا راه صح ما عندوش الحق يهضر. سليمه اللي عنده لو سكري بروفيسيونيل. سليمه انا المره الاولى واش قلت لك قدام الجيران كاع واش بقالك يا اخي مريضه بالكونسير ما بقالكش بزاف. سليمه انا المره الاولى قلت لك اسمعي واش قلت لك المره الاولى قلت لك انا ما على باليش بلي مريضه بالكونسير. قلت لك عندها قالوا لي عندها قوا تاريخي ما على باليش بلي عندها كونسير اصلا. كيف تعايري به مالا؟ ما نعايركش به انا. لا انا قد ربي عايرني به. انا قادر يديني ربي. عايرتيها بالمرض سليمه والله ربي الحمد لله. اقسم لك بالله وان شاء الله ربي يلحقني لوليداتي يا هذه الكلمه لا عايرتها بها ولا قلتها لها. اقسم بالله العظيم ان شاء الله تجيب لي المصحف حطه على عيني. هذا من الله عز وجل واللي يحب الله هو اللي يبتليه. ابتلاها ربي قدر انا يبتليني يبتلي وليداتي يبتلي راجلي. اذا حاجه ربي تنعايرها بها المرضى مرض ماهوش حاجه. انا كنت جيت نعرف حاجه اللي تاع دواء حاجه عادي انا نمدها لها مش نقولها خاطرش لا بنتها مازال تحتاجها. كي هي كي بنتي
بنتها راكي ولا والله اهضري سليمه اختي، اهضري معاها، راهي انفاصليك، اهضري معاها. والله امل اقسم لك بالله هذه الهضره لا هدرتها وعلى بالي قالوها لك ما سمعتيهاش. والله امل والله امل ما هدرتها. معليش عفى الله عما سلف، ما تهضروش في الماضي، هضروا لي في الحاضر والمستقبل من فضلكم. انا وجيت نقول لك، انا لا غلطت معاك سمحي لي، ولا غلطتي معايا راكي مسامحه دنيا وخاطرش هذه الموت راه كاينه وتكون. مش حابه نخلي حتى حاجه مورايا ونزرع المشاكل ما بيننا، يقعد المشاكل ما بيناتنا. فهمتي؟ غدوه بقدر الله مت انا، يقعد الصراع ما بولادي لخاوتي لدارنا وتقعدوا شادين الحقد لبعضكم. وعلاه؟ شوفي نقول لك واحد الكلمه، كي نسامحك انا ويما وبابا وخاوتي، انا جبتك انت خاطرش انتيا، انا جبتك انت وانا ولا خاوتي ولا دارنا وثاني ما نجيب دارنا. شو المشكل؟ انا سبه، انا ما كاينش سبه، انا ما كاينش سبه، ما كاينش سبه، من نهار طلقت الشيطان وهو المشاكل. من نهار طلقت ماني حاسه بالذنب تجاههم. معليش انت راح تكوني السبه فيها. امال اختي، انت راح تكوني اليوم السبه في فضل كل هذه المشاكل. راكي حابه، شوفي راكي عندك خيارين لا ثالث لهما، يا اما اليوم تفضي المشكل هذه اللي راهي تحيط بيك وبعائلتك وكما كتقولي بكل العائله الصغيره والكبيره، يا اما تفضيها اليوم يا اما تخليها تتفاقم وتزيد تكبر. اليوم المسؤوليه راهي تحت يدك، كي تقولي نسامحك انا والاخرين، لما يشوفوك انت اليوم سامحتي هما راح يسامحوا. شوفي المسؤوليه راهي على عاتقك كبيره، الله عز وجل يشوف فينا وكل الناس راهم يشوفوا فينا. سليمه حابه نقولها كلمه برك. تفضلي. علاه ربي يغفر انت ما تغفريش؟ خير ربي راه يغفر لنا. سبحان ان شاء الله يغفر لنا كاع. انا قلت لك لا غلطت معاك سمحي لي، ولا غلطتي معايا راك مسامحه دنيا واخره. فهمتي؟ دنيا واخره، خاطرش لو قلت لك الموت كاينه وتكون ما تعرفي لا نموت انا ولا تموتي انت، الا نمرض انا ولا تمرضي انت، لا تجي حتى في وليداتي ولا في واحد من ولادكم. بصح شني الواحد بك ما يصلحش الخطا بالخطا، لا خاطرش رانا زايدين غير نزيدوا برك. فهمتي خويتي؟ انا مش تحوست على حاجه، ما نحوست على دراهم، ما نحوسك تعوضيني، ما نحوسك على 10 ملايين، ما نحوس تقص لي، ما نحوس نقص لك. ليسونسيال المهم المشكل هذا يتنح برك. فهمتي؟ ولا تحوسي لي نرحل اختي ما لقيتش انا وين نرحل، الا تشري داري نبيع حالك. هذه هي نقولها لك، الا تشري داري والله نبيع حالك. عليه ترحبي نبيع حالك. انا ما نقدرش نروح لك من دارك. هي هكذا ما عنديش حق، ما عندي كيما راني انا نبكي على السكنه. كيما انا راني نبكي على السكنه ما خرجتش انا واحد من دارو. مادامني انا شوفي لا نرحل، مادامني ما عنديش منين نخرج، ولادي ما يلعبوش وماليا ما يجوش، واللي يجي يتعرض للضغوطات وما يقدرش يجيب يا سليمه الله يهديك. خير بنت عمي لقيتيها ولا لقيتيها؟ شوفي مادام نزلتي تكذبي ما كان الصلح، مادام نزلتي تكذب. كذبه معليش. شكون اللي راهي تعرض الطليله راهم يجوا ليا ولا ليك؟ الطليله راهم يجوا ليا ولا ليك؟ انا لا فامي تاعي راهم يجوا ما همش. يا ودي انا الطليله راهم يجوا ليا ولا ما همش؟ يجوا ليك ولا يجوا؟ لا انا مريضه خالتي لك. علاه تصوري طول عليه راهم بنتهم انا ما نصورش حتى حاجه، عندهم خواتاتهم عندهم ما يجونيش. انا ما نصورش حتى واحد يخاطيني. وري تليفونك. وري تليفونك شحال عندك فيديو. كي تجي سليمه تشوفوا مش كاين. كيفاش عرفتي بلي عندها 100؟ هي قلتي لي شحال 100 هي ذكرتها قالت 130 فيديو. 130 فيديو كنت تحسبيهم خطواتك اللي عندي ما كانش 100 ما لحقوش 100. كاين في تليفون بنتك. معليش كاين في تليفون بنتك. سليمه شوفي اسمعي، خاطرش لا قلت لك تصورها، خاطرش المشكل كي يسرع ديما كي تتهمني ندي انا التصوير هذاك لوكيل الجمهوريه يشوف. معليش خلاص دوك ما نعاودوش نولوا لوكيل الجمهوريه وما نعاودوش نولوا للنزاعات. من فضلكم اهضروا لي على الحاجات الايجابيه اللي بيناتكم، اهضروا لي على العشره اللي بيناتكم، اهضروا لي على واش تورثوا لولادكم. حبيتوا تورثوا لولادكم العداوه يكبروا يزيدوا يتقاتلوا هما تاني. هاي المسؤوليه فوق راسكم اليوم. سقسيها سؤال، علاه ديتي الحكم تاع الطلاق تاعي ونشرتيه في القهوه؟ الحكم تاع الطلاق تاعي علاه نشرتيه في القهاوي؟ انا نشرت الحكم من انا الاولى اللي طلقت ولا الاخرى؟ سليمه راهي بالشهود. سليمه اقرب الناس لي. اصلا واش من حق انايا نروح للقهوه ونشر الحكم تاع الطلاق؟ واش من حق؟ شكون اللي مدلول نشفتني في كرامتي؟ شكون اللي قال لك باللي هي اللي دات الحكم تاع الطلاق ودات القهوه؟ وحده ما نقدرش نقولها. وحده والله من الدار يعني ماهيش برا. بصح كيفاش لحظه اللي شافتها راح تدخل القهاوي. صبريني على 5 تاع الصباح راحت تماركي باش تروح للدونديست تاع السبيطار. عيطت لي قالت لي امل سليمه راهي علقت الحكم تاع الطلاق تاعك. وين ما فهمت؟ علقته في الحيط. علقته في الحيط. وين الباب تاع القهوه؟ رحت نجري انا وبابا في ديك اللحظه لبست طشي رحت نجري نلقاه معلق. قلت بابا قلت له نقول لك حاجه،
راهي لقيته في اهل الواد. زاد سليمه سليمه وش من حق انا شكون يعطيني الحكم؟ كيف صح؟ اسمحي لي، الطلاق حلال حتى ولو كان ابغض الحلال عند الله طلاق. اسمعي، هذو مكاتب الله. سليمه ما تعايريهم بها، ما تروحي تعلقيهم. اسمعي، انا شكون يعطيني الحق نخرج الحكم ونهزو ونروح؟ منين جاني الحكم نروح نهزو؟ ويا من كيفاش؟ على بالي وانا عامل تاع خاوتك تقدرتي جبتيه وعلقتيه على حرام عليك. وانا هو باش يعلقوا. وانا اللي قالت لك جيبيها لي قبل ما شافتني انا علقت. وانا عايشه فيه. هذه القصه تاع الحكم. عايشه فيه يا سليمه، عايشه فيه. سليمه والله دقيقه تسمحي لي برك. نعم. القصه تاع الحكم هذه اللي قلت لك عليها كيما سمعت به هي سمعت به انا ثاني كيما سمعت هي سمعت. شكون اللي يعلقوا؟ الله اعلم، ولا عرفناش شكون يعلقوا. موش حكم طلاق والله انت سليمه، والله ما هو حكم طلاق. لكن انا وش نشوف بالك راح تسيقي في البلديه، علقتي وعقبتي البلديه. شكون على 5 تاع الصباح ثم ما نجيش حتى واحد نخيرك راح تسيقي. خرجني على 5 تاع الصباح. انا خرجتي على 4 تاع العشيه. اسمحي لي، كي ما يكونش عندك حتى دليل ما نقدروش نتهموا الناس يا اختي. كيف نخرج على 5 تاع الصباح؟ شوفي في الدوار هكا شكل لي ماشي دير الحاجه جيت عايرني بها برا راني درت ديك الحاجه كشغل الفقراء. صح، هاي ندمت. صح، بالك هي جاتها حشمه تقول انايا معليش. هاي ندمت درك وجات للصلح. درك شوفي هي جات عباك واش دارت لك قدام اكثر من 40 مليون جزائري جاي تطلب منك السماح. هذا هو رد الاعتبار. كي تسمعني اختي؟ راهي جايه تطلب منك السماح قدام كامل الناس، وهي تقول لك غلط في حقك وسمحي لي والصلح بيناتنا وخلاص عفى الله عما سلف، وراني حابه نولي ليك ونعاودوا نولوا كيما كنا من قبل. فهمتي اختي العزيزه؟ على بالي بلي انضريتي وكي يعني متوجعه، وهي كيف انضرت بصح خلاص كيما يقول لك حد الباس خلاص على هذه المشاكل. مش كيما ضري ما خلت لي حاجه ما درتش بها، ما خلت لي حاجه. هاي ندمت. الا جات هنا واش حب يقول؟ صح فهميني برك المجيء تاعها هنا وشنو عبالك علاش جات على جالك؟ بصح لحد درك مازلت تقول مازلت ماهيش معترفه باللي غلطت. لا انا قلت لك الا غلطت معاك سليمه مش الا غلطت سليمه. نعم. سليمه اسمحي لي، ما فيها والو اننا نعترفوا باخطائنا وما كاش المعصوم من الخطا. كي هي خليني نهضر معك. انت اليوم بادرتي وجيتي للصلح، قولي انا غلطت في حقك وسمحي لي. راني قلت لها الا غلطت في حقك راني غلطه في حقك سمحي لي، وانت الا غلطتي معايا كنسامح الدنيا واخره. ما تقوليش الا غلطت، قولي لا قلت الا غلطت معاك انا لا حاسه بلي غلطت معاها تسمح لي، ولا هي غلطت كان حوايج غلطتهم معايا السماح. شوفي راكي تعطي لها جمله شرطيه، اعطي لها جمله يقين. انا راني غلطت معاك سمحي لي. فوالا هذه هي، يا با بلو كلير كو سا. كما يقولوا لا بال اي دون طون كون، راهي عندك الكره، راهي عندك. خاطر سليمه الوقت هذا ما تعرفيش من الغدوه واش راح يصرى. انا على بالي بها، راني حاسه بها، راني حاسه بمرضها، حاسه بمعاناه. انا بنتها كي نشوفها تجي المحكمه وتقعد تبكي، ترقد في الكرسي، الطفله ترقد في الكرسي، تروح تسافر مع امها وتجي ترقد في الكرسي. صحيتي خاطرش انا لا ما قلتش انا علاه، بصح كون حبيتي تلمي الشمل وتدي تنحوا المشاكل هذه علاه. انا ولادي يقعدوا مسكر عليهم وما يلعبوش، وانت بنتك تجي ترقد في الكرسي وتظلها. انا بالعكس لانه هما ضحايا تاعكم. اسمحوا لي انتم درتوها وشكون اللي يخلص دركا؟ ولادك وولادها. شوفي يا امال اختي، دركا صح مانيش نقول لك ما نقدرش انا نكون على يقين شكون عنده الحق انت ولا هي، ما يهمنيش هذا الامر. انا الامر اللي يهمني انه جات اليوم للبرنامج تطلب منك السماح، هي اللي جابتك، هي اللي بادرت. يا اخي كنتي قادره انت تبادري، هي اللي سبقاتك فيها في الاجر. فهمتيني؟ زيدي انت تربحي الاجر في الصلح. فهمتيني؟ والله يا سليمه غير كي جات من العمره قلت خلاص، وجاتني جارتي قالت لي راها قالت لي العمره، رحت العمره وجات قالت المحكمه ما نزيدش نوقف فيها نهائيا.
قلت نزيد نمشي شويه برك، وبعدت رحت مع الواحد يقولوا له رئيس الجمعيه عيسى معزوز هذا. خلاص ما نقدرش نزيد لانه ما عندناش وقت، لانه ما بقالناش وقت. هي ما فهمتش انا واش جايبينهم تغنات، هما يقولوا هكا يواسوا هكا وحنا نقولوا هكا، كل واحد هذاك الشيطان كان قوي عليك وعليها. والله سليمه غير جارتي والفتنه اشد من القتل. شوفي سليمه والله هي ولات فتنه كبيره بين عائلتين. سليمه جارتي تعرفها جارتي شكون؟ اقسم بالله هي اللي جابتني هنا، قالت لي ما بقى لك حتى حل، روحي افتح قلبك تصالحي انت وياها، مادام رئيس البلديه ما دار والو، الجمعيات ما داروا والو، عمك هضر مع باباها اخر مره هضر مع باباها في الفيلاج تحت، قال لهم ما تعرف حتى بحاجه، طلعتها حتى للفوق، قالت لي روحي ليه، روحي سليمه، قالت لي افتح قلبك. شوفي انا فهمت تسقم الحاله ان شاء الله. إن لا اليوم لازم نحبسوا هاد المشكله هذه، لانه كان انتوما ما تعطولهاش حد لهاد المشكله، ما كان حتى واحد يحبسها، ولا واحد يقدر يحبسها من غيرك وغيرها، لا رئيس البلديه ولا المحكمه ولا الدرك ولا الشرطه ولا الامام ولا حتى واحد. ما غدروش السليمه والله. وكان انتوما ما تكونش عندكم اراده تاع الصلح، فهمتوا؟ لوجه الله انتوما ما تحشموش من وجه الله. سبحان الله. بين زوج يحشموا من وجه الله. انا قلت لها ربي يغفر ولا انت ما تغفريش، ربي راه يغفر سبحان لعباده، هي ما تغفرش. ربي راه قال لك غفور رحيم، هي ما تغفرش. على حاجه ما كانش، الشيطان دخل ما بيناتنا والمشاكل والشروعات، ونقعدوا نتبادروا احنا في ذا المشكل كل يوم رايحين فيه. خلاص خليني نسال امال شوفي اليوم جات جارتك سليمه البرنامج افتح قلبك تطلب يعني الصلح والسماح بعد كل المشاكل يعني اللي صارت بيناتكم. انا نظن انه حان الوقت انها تحبس، لانه كما قلت لك مقبيل يقدر من بعد تكون فيه ندامه كبيره وتقولوا كنتك هي يا ريت حبست هذا المشكل لما كانت عندي الفرصه. فاليوم جايتكم هذه الفرصه في برنامج افتح قلبك، الناس كامله تشوف فيكم، ناس كامله على بالي متاكده اذا يفتح هذا الستار راح تفرح. ما كاش غير اللي ما يخافش ربي اللي مش راح يفرح لما تتصالحوا انت وياه. ما كاش اللي ما يحبش الصلح، ما كاش في الدنيا غير اللي ما يخافش الله عز وجل. فاليوم انت سامحي بنية الشفاء، فهمتي؟ وسامحي لوجه رب العالمين، وسامحي لوجه العشرة اللي بيناتكم، وسامحي لوجه الملح اللي كليتوه مع بعض، فهمتي؟ وحاولي تنساي. انا على بالي بلي كل شيء اللي عشتيه ماشي سهل، اللي عاشوا والديك ماشي سهل، لكن معليش انا متاكده انه اليوم لما يشوفوكم تصالحتوا راح يفرحوا، حتى اللي تاذاو من طرف تاعك وطرفها راح يفرحوا، راح يقول لك اوف الحمد لله تهنينا، لانه عياو، متاكده انهم عياو، وانت وياها تكونوا قدوه، لانكم اليوم لما كان تفتح الستار بيناتكم كثير من الجارات والجيران راح يتصالحوا، راح يقولوا كيما تصالحت سليمه وامال انا تنت نروح نطبطب على جارتي ونسامح معها، صح ولا ماشي صح؟ واذا ما تفتحش الستار تاني راح تكونوا قدوه سيئه، وهذه هي الحسنه الجاريه والسيئه الجاريه، فهمتيني؟ اليوم نسقسيك امل اختي، هل يفتح الستار بينك بين جارتك سليمه وتتسامحوا وتعاودوا تولوا كما كنتم من قبل، والا لا؟ لا سامحين مازال ما كملتش لافراز ديالي. سامحيني والله ما كنتش حابه نتلاقى بك في ذا الموقف، والله ما كنت حابه، الله غالب، جرحي كبير. شوفي اكيد تقولي لي بلي يعني انا والله صدقيني ما يهمش، اللي يهم هو الله عز وجل سبحانه، على باله ربي اللي قلت لكم، على باله ربي اللي قلت لكم في وجهه سبحانه، وقال خير الخطاؤون توابون سبحانه، والله عز وجل سبحانه يغفر لنا الذنوب كلها سبحانه الا الشرك به، سبحانه. فهمتي؟ فما بالك نحن البشر، سبحان الله، يجي بين يدنا اننا نسامحوا ونقول لا ما نسامحش. صرات قتيله بيناتكم، واش صرا بيناتكم لهذه الدرجه انه القلوب تقساح
لهذه الدرجه سبحان الله. وجعتني ما خليتش سليمة. حتى حاجه. كلمه بس. شوفي وكان اليوم امل ما تتسامحوش، على بالك باللي ما راهوش حل، لانه المشكل راح تزيد تكبر وتكثر وتزيد تدوم. راهي 3 سنين شحال كي حبتها تزيد؟ هيا اعطيني. انا راني خطيتها. لا بصح لا ما كاينش خطيتها، سمحي لي المشكل راهو قائم لحد الان. راهي القضايا في المحكمه. شكون اللي راه يشكي؟ بصح اليوم نفضوها امل اختي، اليوم نفضوها. المشكل مازال قائم. لماذا؟ لانه لحد الان القضايا في المحكمه، لحد الان انت ما تخرجي يعني براحتك وهي ما تخرج براحتها، لحد الان ولادكم راهم عايشين ضغوطات، لحد الان بنتك راهي تتجرجر في المحاكم ولادها كيف كيف، لحد الان العائلات بين زوج راهي في نزاع كبير. فهمت؟ دونك كل هذا لازم يوقف. باش يوقف بكلمه صغيره لكنها ثقيله في الميزان واسمها الصلح والسماح فقط. سليمة. نعم. دقيقة بكلمة. إذا عندك كلمة تقوليها في الصلحة. أنا واش غنقولها؟ أنا قلت لها الغلط راني غالطة معك، مش الغلط راني غلطت معك، اسمحي لي. وبنتها هي بنتي ماشي حاجة أخرى ولا واش دايرة في راسها، وبويها راه في بلاصة بوي، وامها راه في بلاصة ما، وخوها راه خويا. صح. أنا نقترح لكم اقتراح، دقيقة نقترح لكم اقتراح. أنا نجي معاها لداركم، تجي تطلب السماح من يمك ومن باباك، فهمتي؟ وتسلم لهم على راسهم ونفضوا المشكلة. وش رايك؟ على هذا الأساس. شوفي فيا، أنا نوعدك، أنا اللي نوعدك وأنا اللي نجي وأنا اللي نحضر التم ونرجعوها فرح ان شاء الله. على بالي بلي كل الجيران راح يخرجوا وراح يفرحوا وراح يزغرتوا لكم. سليمة والله الجيران غير الكل يستناو فيا بفارغ الصبر باه نرونجيها، وهما اللي بعثوني هنا والله العظيم. غير شوفي امل اختي، يماك وباباك خليهم عليا، انا اللي نجيبها ونجي. يفتح الستار على هذا الاساس انها تجي ونجيبها انا ونجي ليماك وباباك وتسلم لهم على راسهم وتسامح معاهم وتطلب منهم السماح. والله يا سليمة غير راكي هي ولا حبيتي نحضروا كامل الناس وباش يشاهدوا السلطات الرسمية، الجيران، الناس كامل اللي سمع بهذا الموضوع تجي تشهد انه سليمة طلبت السماح من امال ومن باباها ومن يماها ونفضوا المشكلة والناس كامل ترتاح. وش رايك؟ شوفي المسؤولية كبيرة على عاتقك، مسؤولية. تحبي باباك ويماك يتهناو، تحبيهم يتهناو، خذي لي الراي افتحي الستار يتهناو ان بون فوا بور توت مره وما نزيدوش نهضروا على هذا المشكل. خلاص ترتاحوا. شوفي والله صدقيني بالله وكون تفتح هذا الستار تعودي ترقدي مرتاحه وهي كيف باباك يرقد مرتاح، يماك، الجيران، كل الناس يقولوا الحمد لله يعني هذا المشكل حبس. وإلا ما تفتح الستار والله هي تروح تشحن وانت تجي تروحي تشحني وبعد الناس يروحوا يقولوا لها هاكي راه شفتي قلنا لك ما تروحيش، وكي رحتي ويبهدلاتك وما حلتش الستار وتزيد المشكله والفتنه تكبر. لا انت ما تخليش لهاد الناس فرصه، فتحي الستار بينك بينها وخلي يعني الصلح هو اللي يغلب، لانه يعني العفو من عند الله عز وجل. ودائما اللي يسامح له رب العالمين. دائما اللي يسامح له رب العالمين. سليمة والله اقسم بلك بالله. نعم. غير كي تعيط في الليل هي تعيط برك نسمعها ساعات تتألم برك. غير والله هي خطره قاعده في الثلج في الكراج تاع جارنا يمها ما كانش وقاعده في الثلج برا، غير راح نفتح لها الباب وانا متعافره معاها، راح نفتح لها الباب وندخلها على الثلج. اقسم لك بالله غير خفت برك قلت كش ما يتوقع مشكل واحد اخر بك يثبتني ولا عايرتني ولا حاجه. غير هي وبنتها قاعدين في الثلج جايين في الكراج وقاعدين مفتوح الكراج لا باب لا والو، جات يمها حلت لها الباب وراني نشوف فيها ما قدرتش. وكان فتحتي لها الباب معليش والله ما قدرت خوفا خايفه باسكو على بالك علاش؟ لانه المعدن تاعكم طيب بين زوج، انت طيبه وهي طيبه، جابها بليس خلاص. انا مانيش نقول باش مليحه ولا حاجه. انا قلت لها الشيطان دخل ما بيناتنا. الشيطان والثالث انا جاي نطلب منك السماح.
وراكي اختي راكي اختي ما كاينش قال جارتي اختي كنتي كي نجات كي اختي الاخرى خت ما هيش قال. انا قلت لك انا كنت عيط في انا اللي نروح الاولى نجري ليها. دقيقه قبل ما نلحقوا نجي ان شاء الله المنوغه هكا اسمها المنوغه ان شاء الله ولايه المسيله عند والديك ان شاء الله ونجيب سليمه تطلب السماح. الان في التلفزيون اطلبي السماح من يماها وباباها. ها يا سليمه انا طالبه السماح من عمي الطاهر ومن ربح. هاتوا ناس في قهر. هاي تمشي ها وعلى بالي سليمه وعلى بالي باللي هدرتها ما ترجعش عندهم لاخاطش هي عاملين عليها. هي ملي كانت لاباس عليها عاملين عنها. هي اللي متكلفه بالدار هي اللي كانت تجي عليها. امال شفتي هذيك الابتسامه اللي دخلتي لي بها الشابه هذيك ما شاء الله نحب نشوفها نحب نعاود نشوفها. شويه خبل ما شاء الله عليك شويه هايله والله العظيم. وان شاء الله كيفاش يقولوا ما على باليش انايا ان شاء الله حد الباس في المعاناة والمشاكل والمرض ان شاء الله. انت مازالكي شابه صغيره وممكن تعاودي حياتك وممكن يعني كيفاش يقولوا تجيبي خاوه واسمها عاودي فكريني تيمه ان شاء الله فهمتي. لانك شوفي لانه يعني حاجه ما خاصتك ما شاء الله عليك. وممكن برنامج افتح قلبك يجيك نصيبك ممكن فهمتي. دونك هذه هي انا ربي يخليك ليسونسيال. انا نقول هكا سليمه نقول هكا باش نعاود برك كيفاش يقولوا احنا نطلبوا من ربي ان شاء الله يشفيها لبنيتها برك ان شاء الله. لا انا يشفيها وتروح. انا دائما نحب انه في برنامج افتح قلبك ما يكونش غير دموع وبكاء وكذلك لازم يكون هناك ترفيه على النفس. المرحله تمر بها هي حاسه بها انا بنتها مازالت تحتاجها مازالت صغيره مازالت تربيها مازالت نتمنى ان شاء الله ربي يطولها في عمرها باك تلحق قلب الربح. اذا نعاود نولي للسؤال. سؤال محور برنامج افتح قلبك. امل اختي العزيزه فكري مليح قبل ما ترجعي لي. يفتح الستار بينك بين جارتك سليمه. والله نقول لك حاجه سليمه اقسم بالله اني طالبه منها السماحه وحاسه بها وعلى بالي واش صاير في بعد ما طلبت السماح منك من باباك ويماك ونزيد انا نوعدك امام كل الجزائريين اني نجيبها وتجي لهم للدار وتسلم لهم على راسهم وتطلب منهم السماح. يفتح الستار على هذا الاساس نعم ام لا؟ حاجه واحده اخرى حابه نطلب منها حاجه. تفضلي. تتنازل على كاع القضايا وكاع الاحكام اللي حاكمه. انا نتنازل على كل شيء. انا ما انا شوفي ما نديم عندك دراهم ما تديم عندي خالي حملاني ب 10 ملايين. نتنازل على كل شيء على بالي خالك راهي تمر في ظروف ثاني والديه متلف يماه متلف. سليمه نتنازل على كلش. سليمه 66 ساموحه مسامحه قد مرضاك نهزم ودي حبس. هاي قالت لك نتنازل على كل القضايا حتى الدراهم. بدي ارجع لها الصغير بدي ارجع لها الضحكه. تتنازلي سليمه على كل القضايا. ترى متنازله على كل شيء. هاي يفتح الستار للمرة الثالثة. سليمة نعم كي نحكم عنها بالدراهم يخلصوا ما يخلصوا. ما تزيديش تهضري يفتح الستار بينك بين سليمة نعم ام لا؟ يفتح الستار. اجري التعنيقة الكبيرة. ما شاء الله عليكم الحمد لله واحد الراحه وما تقدروش تصوروا. اليوم انا اللي نرقد مليح ماشي هما. ما شاء الله عليكم والحمد لله. والله غير كيفاش يقولوا معدن تاعكم طيب بين زوج جابها بليس والحمد لله. يعني عفى الله عما سلف مهما وش صرا منك ومنها انساو وفتحوا صفحه جديده. شوفوا كيما تفتح ستار اليوم برنامج افتح قلبك
ان شاء الله تفتح صفحه جديده في حياتكم، صفحه جديده بيناتكم. لازم تولي انت تطيبي كل ما طيبي تدي لها وهي كذلك، وتولوا كما قلتوا. عباك واش قالت لي اول ما شعل لنا الشمعه يماها قالتها مقبل، فهمتي؟ دركا انا نعاود نوعدكم للمره للالف اني نجي لكم ان شاء الله بالكاميرا تاعي هكذا، ون يعني نسجلوا مع سليمه لما تروح تطلب السماح منكم ومن كامل الاخر. الحمد لله هكذا. هذا شرف ليا. والدي كانوا يتعبوا بزاف على بالي، والدي يتعب وياسر ما تخيليش كيفاش تعب. خلاص على كل حال على بالي بلي راح يفرحوا ان شاء الله، وكي نجيو وجدوا لي برك طعيمه تاع منوغه هكا ان شاء الله. عندنا شفتوخه تاع منوغه خلاص، شفتوخه ان شاء الله. اذا شنو هي باك تنحي من الشك تاعها تاع الطفله هذيك خشرها بنتي مش بنتي. هيا خلاص مليحه. اذا مشاهدينا الكرام على هذه الاجواء الرائعه اللي غمرت اليوم بلاطو برنامج افتح قلبك، نتلاقاو ان شاء الله في الاسبوع القادم مع قصه جديده. قبل نفس الشارع اللي تسكنها انت وانا جيران.